المغرب اختار لك الماتش تاع تونس، لا هم يختاروا، هم لا تكتيكيا احنا قويين، لكن يختار الفريق اللي اضعف منه باش يجرب اكثر. الانترونور يجرب الفكر نتاعو ويجرب برشا ملاعبيه، لا اكثر لا اقل. تكتيكيا احنا ممتازين. احنا ما ثماش كيب ناسيونال. شكون اللي برمجوا الماتش هذا؟ وعلاش وكيفاش وقتاش تبرمج؟ المغرب طلبت. ها؟ طلبت شكون؟ عندك المعلومه المغرب طلبت؟ في بالي المغرب طلبت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني مرحبا بكم في فيديو جديد غادي نسمعوا فيه لأول تعليق في الإعلام التونسي على المباراة الودية اللي غادي تجمع المنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب التونسي في 7 من يونيو القادم في شهر 6 ان شاء الله بحول الله. كذلك غادي يلعبوا مع المنتخب ديال البنين. كانت الجامعه الملكيه المغربيه اليوم الاربعاء قد اعلنت عن برمجه مباراتين وديتين لاسود الاطلس ضمن استعداداته للاستحقاقات القاريه والدوليه المقبله، وعلى راسها كاس افريقيا 2025 التي ستقام في بلادنا. وحسب بلاغ رسمي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سيواجه المنتخب الوطني المغربي منتخب تونس يوم 7 يونيو المقبل قبل ملاقاة منتخب بنين في 10 من نفس الشهر، دون تحديد الملعب الذي سيحتضنهما. ان شاء الله نشوفوا هذه المباراتين الوديتين على ملعب مولاي عبد الله مدينة الرباط، ولا ملعب الاولمبي، ولا ملعب محمد الخامس، ولا ملعب طنجة. يعني في شهر 6 قد نشوفوا بعض الملاعب جاهزة من اجل هذا العرس العربي الودي ان شاء الله بحول الله. اخواني نخليكم مع عبد الباقي اللي تفاجأ المحلل التونسي، قال لي شكون اللي برمج هذا الماتش؟ حنا ما عندناش منتخب، حنا ما عندناش مدرب، وهذا الماتش هذا حتى شفناه على الموقع الرسمي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. واحد الضيوف قال له اودي باللي تكتيكيا تونس قويه على المغرب وقادرين اننا نربحوا، كنا كنربحوا المغاربه في السابق، لكن اليوم الاشياء تغيرت والمنتخب الوطني المغربي اصبح مع الكبار وبدون برمجه قادر انه يقول لك اجي تلعب معايا ماتش ودي، راه غادي تمشي تلعب معاه بدون مزايده وبدون اي تردد. ولكن لا انتم عيطونا نمشيو نلعبوا معكم، راه خصكم تخلصوا الفلوس. اخواني نخليكم مع الفيديو نتلاقاو في النهايه ديالو. المنتخب الوطني التونسي والبارح الجامعه الملكيه المغربيه كانت اعلنت تقريبا العشيه مع الاربعه ماضي 3:30 هكاك على مباراه وديه مع المنتخب الوطني التونسي في شهر جوان القادم. دونك سيماكولا يظهر لي كان موجود في التشكيله. خلينا نشوفوا شنو المعلومه. يظهر لي كان موجود في التشكيله. مهدي قلنا تنثبتوا في المعلومه. طارق، مباراه تونس والمغرب في شهر جوان القادم باش يكون تيست باش نعرفوا امورنا، باش نفهموا رواحنا. باش يجيو بعد زوز مباريات ضد ليبيريا وملاوي، مباريات حساب تصفيات المونديال. ان شاء الله نكونوا متاهلين وقت مواجهه المغرب باش نفهموا مستوانا الحقيقي في القاره الافريقيه. ان شاء الله نكونوا متاهلين باش يكون الجو باهي، لانه تيست مهم ضد المغرب، رابع العالم راهو معناتها، وبالعكس رابع العالم وتعزز بملاعبيه معناتها من طراز معناتها جيد جدا. فنيا ملاعبي لا مقارنه الحقيقه. ما عرفش انتم تشاطروني في المساله هذه ولا، ولكن تاخذ ملاعبي لا مقارنه من جميع النواحي. ولكن ديما تونس في الدربيات هذه معناتها الحقيقه، والدليل ماتش مصر الاخراني هذاك الماتش الودي اللي في مصر. بقينا شنو هي الوضعيه البدنيه لملاعبيه تونس في جوان وقتها بعد ماراثون بطوله بالنسبه للمحليين اللي يلعبوا في اوروبا معناتها ما ماشي ولاعبي الترجي يلعبوا في كاس العالم. لاعبي الترجي زاد ما نعرفش انا، ما نتصورش انه يكون معناتها لازم لاعبي الترجي يكونوا على ذمه المنتخب وقتها. الحاله البدنيه والحاله النفسيه ان شاء الله نكونوا متاهلين. الحاله البدنيه مهمه جدا كيفاش باش نمشيو للمغرب في الوقت هذاك. فيما يخص سيماكولا قبل ما تحكي لنا على المغرب خالد، في السيت اوفيسيال في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي موجود في بنك الاحتياط في الورقه اللي وصلتنا من ملعب طيب المهيري تيني موجود مكان سيماكولا. دونك ما نعرفش شكون اللاعب المتواجد على بنك الاحتياط بالنسبه للنادي الافريقي، اما تيني او سيماكولا. هذول الورقه اللي جينا من ملعب المباراه هي اللي اصح مواجهه المغرب. خالد والله بالنسبه لي انا تيست باهي باش نشوفوا ان شاء الله نبداو مترشحين كاس العالم. اول حاجه تيست باهي، من بعد نشوفوا امكانياتنا، نشوفوا زاده ملاعبيه اللي يخدموا عليهم الاداره الفنيه اللي يحبوا يجيبوهم باش معناتها يلعبوا مع المنتخب التونسي. وديما نحن رانا في رغم الفوارق الكبيره مع المنتخب المغرب اللي عنده محترفين على مستوى، ديما في الديربيات هذوما تلقى التوانسه سورتو في الماتش يكون تلقانا حاضرين على غرار كوب دافريكا في 2012 مع سامي ترابلسي وقتها
فزنا على المغرب. 2013 هدف يوسف المساكني ضد الجزائر قوم منها 10 مرات. حكى 2012 في ليبروفيل الماتش هذاك نتاع يوسف المساكني اللي دخل من بنك الاحتياط وسجل هدف كنت حاضر انت فيه. وسجلت فيه الهدف الثاني. اي لكن المنتخب المغربي وقتها مش المنتخب المغربي تو، المنتخب التونسي وقتها خير شويه من المغربي مقارنه بتوا. شكون فيه؟ لا بن عبيه كانوا مش حاجي وكان مقارنه بتوا شماخ ووقت بيرسونال مقارنه بالمنتخب المغربي الحالي. اي مش نفس اللاعبين معناها. مش مقارنه. هدف يوسف المساكني ضد نيجيريا اقوى منا برشا. ضد الجزائر كيف ضد مصر في مصر. ما تلقانا في الدريبات هذوما راه منافسين. راهو ماتش الجزائر عندهم المنتخب كل فريق عنده ملاعبيه، كانت تونس فيها ملاعبيه، كانت المغرب فيها ملاعبيه. حاليا المغرب ديستانجي على اي فريق اخر بالملاعبيه نتاعو ظاهر تويك اللي هو اقوى. تو انت كي تجي تختار لي انت الماتش نتاع تونس، هو المغرب اختار لك الماتش نتاع تونس. علاش؟ اي فريق يقيس روحه زاد باش يقيس كيفاش باش يقيس روحه؟ باش يجرب اكثر ملاعبيه، يختار لك الفريق ما معناش معلومه شكون اضعف منه. اختار وما اختارش. لا هم يختاروا، هم لا تكتيكيا احنا قويين، لكن يختار الفريق اللي اضعف منه باش يجرب اكثر. الانترونور يجرب الفكر نتاعو ويجرب برشا ملاعبيه لا اكثر لا اقل. تكتيكيا نحن ممتازين، نعرف دفاعيين قويين، هو حاب يجرب الفريق نتاعو في الرؤيه هذيك. التونسي شي يقول سي عبد يقول حتى وانا في اسوء حالاتي منتخبات شمال افريقيا مصر المغرب الجزائر ديما نكون انا الدابه السوداء للمنتخبات هذه رغم قوتها. المنطق هذا موجود هو في الحياه الكل، فهمت؟ ولكن توا المنتخب المغربي ما عادش دبه سوداء احنا ليها، هو ولا يمثلنا ديناصورات سوداء اصلا بكل صراحه. الماتش مفيد تنجم تقع فيه عكس ما نتوقع، ولكن انا اللي حيرني احنا ما ثماش كيب ناسيونال. شكون اللي برمجوا الماتش هذا؟ وعلاش وكيفاش ووقتاش تبرمج؟ المغرب طلبت. طلبت شكون؟ عندك المعلومه المغرب طلبت؟ في بالي المغرب طلبت. ما عندناش احنا، هو ديجا خرج على السيت مغربي هكا ولا على الموقع الرسمي للجامعه الملكيه المغربيه، ومن بعد الجامعه التونسيه اعلنت في الليل الجامعه التونسيه اعلنت. تنجم تكون كان المغرب طلبت لانه لا ما عندناش الامكانيات باش نطلبوا المغرب في مباراه وديه، لازم نخلصوه. انت كي توافق على مباراه وديه مع المغرب او مع الجزائر او مع موريتانيا او مع البرازيل، بناء على ايش؟ بناء على برنامج كامل لتحضيرات معينه ولاهداف معينه. اي عندك ناخب راهو توا ولا عندنا ناخب وطني مازال ما قعدش على كرسي. اي لا قال الراجل واش يحب لك من زيت يا فريد، يحب له معناها على الاقل 3 جمعات خدمه باش نجم نعرف روحي علاش قادم. ايش تحب لك من زيت شنو صابك يا فريد؟ هي ما يلزمك تبرر مثل شعبي حديث فيما يخص المباريات ودا. شكرا. كما سمعتم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش لنا بالاراء ديالكم، خليونا لايك الفيديو. الناس ما مشاركيش معايا في القناه اتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم.